في حاجات بشوفها طول الوقت وفيها مغالطة. بيجيلي بحكم شغلي عملاء بيطلبوا يعملوا تصميم هوية كاملة. فبيفتكروا طبعا غصب عنهم يعني ان الهوية الكاملة، الشعار، الالوان، التايبوجرافي، كل الامور دي بيفتكروها هي البراند. واكشولي ده مش البراند. Light of my heart, you are my guide through every storm. You're by my ودي نقطة مهمة نحطها كديزاينر حلقة في ودنا. المصمم بيجهز المواد الخام، اللوجو، الألوان، التايبوجرافي، الصور. كل دي عناصر بصرية ونفسية بتروح للمايند سيت، لعقلية العميل. بعد كده العميل بيبدأ يبني الانطباع النهائي بناء على كام حاجة. بناء على إحساسه، الفيلينج بتاعه، بناء على إحساسه، بناء على طريقة التعامل، بناء على جودة المنتج، بناء على الثقة اللي هو حسه اللي حسه. يعني البراند في النهاية مش اللي انت صممته، اللي العميل حس بيه، شعر بيه. يعني انا كمصمم هدفي الاساسي مش اني اعمل لوجو شكله حلو وخلاص. هدفي الحقيقي ان اتحكم في جودة المواد الخام اللي بتدخل المايند سيت بتاع العميل، بحيث الصورة النهائية تبقى. طبعا انا خط وحش، اللي عارفني كانستراكتور او كمحاضر، خطي في اي بورد وحش حتى بالقلم. بحيث الصورة النهائية قلنا تطلع بالشكل الصحيح. اوكي. لو جينا نسأل سؤال مهم جدا، الفرق بين الهوية والسمعة، هنقول ايه؟ ايه الإجابة؟